أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هكلمكم عن مظهر حضاري رائع يعد علامة مميزة غير مسبوقة في التراث السكندري. كنا نراه في الكثير من الشوارع والميادين المميزة بالأسكندرية منذ بداية فترة السبعينات من القرن الماضي حتى منتصف التسعينات تقريبا، لكنها الآن اختفت وأصبحت ذكرى. تعالوا أحكي لكم عنها وأفكركم بيها ونستعيد ذكرياتها قبل ما يطويها النسيان تماما. كان يا مكان زمان في فصل الصيف كانت نزهتنا المفضلة وفسحتنا الجميلة ساعة العصاري التمشية في محطة الرمل بشوارعها الجميلة زي شارع سعد زغلول وشارع صفية زغلول وغيرها من الشوارع والميادين الهامة والسياحية. فكنا نرى فيها مشهد جميل غاية الروعة، وهو فتيات يلبسون زي موحد بيساعدوا في تنظيم المرور ويقوموا بأداء الإشارات المرورية الإرشادية غاية في الدقة والجدية وبأدب وأخلاق. فكانوا يتمتعوا باحترام وتقدير كل الناس، سواء المرة الذين ينتظرون عبور الشارع أو سائق السيارات الذين يبتسمون لهم وينفذون تعليماتهم باحترام وإعجاب. وعندما تغرب الشمس ينتهي عمل الفتيات ليحل محلهم شباب من الذكور. لكن من هم هؤلاء الشباب والفتيات؟ يذكر بأنه في أوائل السبعينات من القرن الماضي تم تأسيس جمعية أطلق عليها جمعية أصدقاء الشرطة بالتنسيق مع جهاز الشرطة بالإسكندرية. تهدف الجمعية لتوجيه وتنمية الأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية للشباب من الطلبة والطالبات وغرس النظام والانضباط، وتنمي فيهم الحب والولاء والانتماء للوطن، وفي نفس الوقت الاستفادة من طاقتهم في عمل يعود عليهم بالنفع المادي. فقد كان كثير من الطلبة والطالبات بمجرد حصولهم على الأجازة الصيفية من الدراسة يبحثون عن فرص عمل يشغل وقت فراغهم ويحقق لهم عائد مادي يساعدهم في تحقيق مطالبهم. وكانت أغلب فرص العمل المتاحة للطلبة إما الورش أو المحلات التجارية. لكن جمعية أصدقاء الشرطة حققت لهم فرصة ذهبية بتوفير عمل له قيمته، فكانوا يسارعون للاشتراك في الجمعية التي تلحقهم بمركز تدريب تابع للشرطة بحي كوم الدكة، فيستقبلهم قيادات وضباط المركز ويعهدون لعملية التدريب للصول الخميس الذي يذكره الجميع بكل خير، ويمنح كل منهم زيا موحدا. وبعد انتهاء فترة التدريب يتم توزيعهم على الشوارع والميادين وتحديد الورديات. توشك الأجازة الصيفية على الانتهاء ويستعد الشباب والفتيات للعودة للدراسة، وقد ملأ كل منهم الإحساس بالثقة والفخر لأنه قام بعمل له قيمة ومنفعة. يا ترى لو تم إحياء هذا الاتجاه من جديد في الوقت الحاضر فهل سيلقى قبولا ونجاحا مثلما تحقق في الماضي؟